في افتراض شائع النساء ككائن حي هو كائن الاضعف في العلاقه، فبيبدا ان هو يحاول يحمي نفسه. مع العصر الحديث ظهر الافكار دي في مصر او في الوطن العربي، وان كانت موجوده بس هي التاثير بتاعها ضعيف جدا لا يوصف. ده احنا هنا جاي بس صدى الصوت بتاع اللي موجود في الغرب. بداوا يوصفوا الراجل الكويس من الراجل الوحش، بداوا يوصفوا الراجل الجدير بالعلاقه من الراجل اللي مش جدير بالعلاقه، بداوا يحطوا شويه حقوق لنفسهم. بتكلم على القدر المشوه او اللي بيفترضوه الريد بيل والبلاك بيل. ايه هو الريد بيل والبلاك؟ ما انا هو جالك اهو. هو الحركه دي حركه فكريه بتفترض ان الحركه الانثويه فرضت مبادئ وفرضت معايير عشان خاطر تحمي نفسهم. فهو الراجل الجيد ده هو اللي بيتعاملك معاكي باحترام، هو اللي بيوفر لك كل اللي انت محتاجاه، هو اللي بيحط لك حدود في العلاقه، هو اللي بيقول لك انت مش ملزمه، وهو الراجل المفرفش الجميل الايه الاوبن مايندد الراب ده. فبيبدا يظهر حركات في المقابل ذكوريه، حركات فكريه تحرر المبدا ده وتقول لك لا الكلام ده غلط. بيبدا يقول لك الراجل اللي هي عايزاه مش الراجل الجيد ده، الراجل اللي هي عايزاه هو الراجل اللي مهتم بنفسه، هو الراجل اللي بيكرف لها. يعني الباد جاي